20 حاجه هنا في بقها دي، اللي حاطه لي 20 حاجه في بقها وتقول لك الشاب اتحرش بيا. حسن شاكوش بيدافع عن الشاب وبيقول ان البنت اللي غلطانه، بيقول ان البنت هي اللي كانت تستاهل التحرش، وان بيشجع اي ولد ان يشوف اي بنت حاطه بيرسينج او ان هي لبسها مش واسع وفضفاض او احكم عليها من شكلها، وان لقيتها بتستاهل التحرش اتحرش بيها. اسوأ رد من حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشعبي في لايف على ابلكيشن التيك توك، لاول مره يطلع لايف، وكان اللايف بسبب ان هو بيشجع الولاد ان هم يتحرشوا بالبنات لانهم مش محترمين. قالك البنت المحترمه بتتعرف من لبسها، روحي شوفي نفسك الاول، كنت لابسه ايه ولا كنت عامله في نفسك ايه. وقعد يقول في اللايف امبارح يا جماعه بصوا لشكلها، ده عامله لك كام مش عارفه ايه في بقها، يجي 20 واحده، وعامله ايه في شكلها وايه في شكلها، وقعد يوصفها باوصاف مش كويسه، وفضل يقول عليها ده متعوده، هي نازله وعارفه هي عايزه ايه من الولد، وان هي كان باين عليها من البدايه ان هي مش طبيعيه. وقال انا فاكر ان انا شفتك قبل كده، وهفتكر انا شفتك فين وهقولك كل عنك، كأنه كان يعرفها قبل كده. وقال ان هي متعودة كل يوم تنزل وتتبلى على واحد شكل، وقال ان هي عاملة اكتر من قضية لاكتر من واحد، مع انها قالت في الفيديو ان هي هتروح تعمل محضر في الشاب، وان هي اول مرة تعمل حاجة زي دي واول مرة تدخل الاسم. الا ان حسن شاكوش طلع الوحيد اللي بيفهم في التيتا دي كلها، وطلع وقال ان البنت متعودة على ان هي تعمل قواضي تحرش للشباب، وان هي بتبقى نازله لغرض معين. ما ذكرش ايه الغرض ده، بس هو بدأ ان هو يتكلم عنها بصوره مش كويسه، وبدأ ان هو يقول ان البنت بمعنى اصح شمال، وان هي كانت شغاله رقاصه او هتلاقوها شغاله رقاصه، وباين من شكلها، مع العلم ان البنت ما فيهاش اي حاجه غير ان هي حاطه بيرسينج بس، ولابسه لبس محترم وما فيهاش اي غلطه. قولوا لي بقى انتوا في الكومنتات شايفين ان حسن شاكوش عنده حق ان يشوف البنت ان هي شمال لمجرد ان هي حاطه بيرسينج وان هي تستاهل التحرش فعلا، ولا هو المفروض يتحاكم على الكلام والتصريح اللي طلع قاله، وان البنت المفروض تقضيه على اتهاماته ليها واهانته ليها على الملأ، ولا هو عنده حق؟ اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.